لو شايف الأنشطة والتطوع اللي بتعملهم أثناء الدراسة تضييع وقت، فحابة أقولك إنك غلط، لأن 90% من المنح بتقبل الطلاب اللي عندهم خبرة تطوعية كبيرة. فلو حابب تعرف عن الأنشطة وأنواعها وإزاي نختار النشاط المناسب لينا، تابع الفيديو ده للآخر. الأنشطة التطوعية أو الأكتيفيتيز اللي أنت بتعملها خلال الدراسة بتاعتك هي مش بس بتكون مجرد وقت إضافي أنت بتضيفه، ولكن كمان بتكون استثمار، لأنها بتسمح للمنحة إنها تقدر تقيم مهاراتك القيادية، إنها كمان بتقدر تبين شخصيتك في حل المشكلات وإزاي إنك بتقدر تضيف للمجتمع بتاعك. كده لما تشترك في أي أكتيفيتي فده بيدي للجنة إنك شخص قادر على التوازن ما بين حياتك الدراسية وحياتك الاجتماعية، وده بيكون حاجة مطلوبة جدا بره. علشان ايه هي الأنشطة اللي تقدر تفرق في الملف بتاعي؟ في الحقيقة احنا عندنا 4 أنواع من الأنشطة: أنشطة تطوعية، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الأكاديمية والمهنية، وكمان الأنشطة الفنية. وفي حاجة كويسة لو انت قدرت تجمع ما بين 3 بس منهم أو 2 منهم، فده هيفرق معاك بشكل كويس جدا وشكل ملحوظ. هو أول نوع معانا وهي الأنشطة التطوعية، زي انك مثلا لما بتتطوع مع جمعيات خيريه او انك بتتطوع تبع حملات توعيه، فده بيدي للمنحه او للجهه المسؤوله عن الابليكيشن بتاعك ان انت شخص مهتم بالمجتمع بتاعه وان انت حابب تساعد الناس. فده بيكون نوع كويس جدا، واغلبنا بيقدر يعمل الموضوع ده لان هو بيكون منتشر جدا في الجامعات، فبتكون اضافه كويسه جدا للابليكيشن بتاعك. فانتوا لو عندكم فرصه ان انتوا تتطوعوا في حاجه كده فاعملوا. في نوع وهي الانشطه الاكاديميه او المهنيه، ودي بتبقى عباره عن الاشتراك في مسابقات او انك تشتغل على بحث معين او انك كمان تتطوع في اتحاد الطلاب، فده بيدي اضافه كويسه جدا للمنحه ان انت شخص ملتزم وان انت حابب تتعلم اكتر. الأنشطة الثالثة والرابعة فدي بتكون الأنشطة الرياضية أو الأنشطة الفنية، سواء أنت عندك مثلا موهبة في رسم، كتابة، غنى حتى، أو أنك عندك مثلا موهبة رياضية، فتقدر أنك تشارك الموضوع ده مع المنحة. وكمان هتكون إضافة كويسة اللي أنت بتقدر تنظم زي ما قلت ما بين الدراسة بتاعتك وما بين الأنشطة والجانب الاجتماعي بتاعك. ازاي اقدر اختار النشاط المناسب ليا؟ والله هي حاجه بسيطه جدا، اختاروا الحاجه المناسبه ليكم والحاجه اللي انتوا هتكونوا مستمتعين وانتوا بتعملوها. يعني انتوا مثلا لو بتحبوا فعلا ان انتوا تعملوا انشطه تطوعيه، فاعملوا الموضوع ده، هيكون اضافه كويسه جدا. لو انتوا عندكم مثلا خبره كبيره في كتابه الابحاث او انكم تشتركوا في مسابقات، تكون اضافه كويسه جدا في السي في بتاعكم. طيب هل احنا مطالب مننا اننا نثبت الحاجه دي؟ هو في الحقيقه لا، مش مطالب منكم، هو انتوا وانس بتحطوها في الابلكيشن بتاعكم، فدي بتكون اضافه كويسه. ولكن ساعه لما بتقدموا خطابات توصيه، لو معاكم خطاب توصيه واحد على الاقل من المنظمه او الشخص اللي انتوا اشتغلتوا معاه في فتره التطوع، فهو الموضوع بيكون اضافه كويسه جدا ليكم، وكمان بيثبت ان الكلام بتاعكم ده صح. طيب حاجه تانية، هل انا ينفع اضيف نشاط معين موجود في التطوع وانا ما عملتوش قبل كده بس علشان اقوي الابليكيشن بتاعي؟ فهو للاسف لا، ما ينفعش، لان انتوا خلال مرحله الانترفيو هيبداوا يسالوكوا عن الموضوع ده، ولو هم حسوا ان انتوا فعلا كدابين او انتوا ما عملتوش الحاجات دي، فللاسف الابليكيشن بتاعكم بيترفض، لان الجزء بتاع الانشطه والتطوع يعتبر زي ما قلت حاجه مهمه جدا جدا اثناء التقديم على المنحه، وبيأثر على الابليكيشن بتاعك. وزي ما قلت انتوا ممكن يطلب منكم خطاب توصيه واحد يكون بروفيشنال من حد انتوا اشتغلتوا معاه سواء بمقابل او بدون مقابل، فهو الموضوع بيكون صعب جدا، والكذب فيه كمان ممكن يؤدي ان انت ما تتقبلش خالص في المنحه. زي ما قلت برضو التنوع في الأنشطة اللي انتوا هتشتغلوا عليها في فترة الكلية أو في فترة المدرسة بتكون مهمة جدا. يعني مثلا أنا كنت متطوعة في كذا منظمة، وكمان كان عندي خبرة بحثية لأني كنت اشتغلت قبل كده مع دكاترة في ابحاث او كنت بساعدهم في حاجات في الانترفيو ساعه المنحه بتاعتي، وسالوني على الحاجات دي، فالحمد لله كان عندي خبره ان انا اقدر اتكلم وان انا اقدر اثبت لهم الحاجه دي. وكمان الدكاتره بصراحه او الاشخاص اللي انا اشتغلت معاهم دعموني بخطوات توصيه، فهو الموضوع كان كويس لحد ما. فانتوا الموضوع مش صعب، وسهل جدا ان انتوا تقدروا تتطوعوا، ان انتوا تقدروا تتكلموا مع دكاتره تساعدوهم حتى. فهو الموضوع بيحتاج منكم بس التزام ووقت، لان القيمه بتاعته بتكون كبيره جدا في الابليكيشن. ممكن احنا ما نكونش حاسين بالموضوع ده، او انتوا مش هتحسوا بيه دلوقتي خالص ساعه التطوع بتاعكم. اوقات كتير ممكن هتملوا، اللي هو انا بعمل كده ليه، انا مش بستفاد حاجه، انا مضيع وقتي، كل الكلام ده. ولكن ساعه التقديم على اي منحه او حتى على جامعه عاديه بره،
من غير مثلا منحة او حاجة، فهم برضو بيركزوا على الجزء ده وبيكون مهم جدا ساعة الانترفيو وساعة القبول بتاعكم. لان انتوا وانس اللي انتوا اتقبلتوا مثلا مع جامعة بره او مع منظمة مع منحة مع اي حاجة، فهم كمان ممكن يكلفوكوا بانشطة او بحاجات معينة تقدروا تعملوها بحيث ان هم يقووا من السي في بتاعكم لما تقدموا بقى على شغل او على حاجة اكبر. انا كنت فاكرة لما هاخد خلاص الراسموس فانا مش هتطوع او مش هعمل اي حاجه اضافيه جنب دراستي بقى وهركز على الدراسه وبس. ولكن كلنا اتفاجئنا ان لا، في اراسموس بالذات بيكون في انشطه كتير جدا بتعملوها، سواء ان انتوا بتتطوعوا او انتوا بتمثلوا بلدكم. هو الموضوع بيكون مفيد جدا وبتكون اضافه كويسه كمان للسي في بتاعكم، ان انتوا بيكون عندكم خبرات من وانس اللي انتوا مثلا كنتوا في مرحله الثانوي، بعد كده مرحله الكليه، بعد كده دلوقتي بداتوا في الماستر. فكل الفتره دي بيكون عندكم خبرات تطوعيه سواء اكاديميه او فنيه رياضيه وتبر الحاجه. فزي ما قلت اختار النشاط اللي انت حابب تعمله، وكمان عندكم خبره في الانشطه تقدروا تكتبوها لي في الكومنت، وبين تعرفوا لو في نشاط معين بيكون ليه افضليه عن نشاط تاني تقدروا برضه تكتبوا لي في الكومنت وهقدر اقول لكم كل حاجه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي.